السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي. قبل ما نبدأ الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بعمله. تعالوا بقى نشوف الشاورما القمر دي عملناها ازاي. انا كان عندي فرخية وولادي طلبوا مني ان ياكلوا شاورما. طبعا ما رضيتش ان انا ازعلهم فطلعت الفرخة خدت منها صدرها. يعني ده صدر فرخة كامل. عايزة اقول لكم هيعمل معايا ست سندوتشات شاورما حلوة قوي. بدل ما نجيبه من بره بقى وكده. معايا صدر الفرخة. وهقول لكم باقي الفرخة هنعمل بيه ايه الفيديو الجاي ان شاء الله انتظروه. ومعايا بصل مقطعه جوليان ومعايا فلفل الوان. ومعايا توابل معايا فلفل اسود مكعب مرقة. شوية زعتر. عايزه اقول لكم الزعتر بيدي طعم حلو قوي. ومعايا ملح. هنروح بقى على البوتاجاز ونحط طاسة كده عشان نعمل فيها الشاورما بتاعتنا. عايزه اقول لكم حلوه قوي. حطيت فيها شويه زيت استنيت بس لما الزيت سخن معانا لازم اهم حاجه يكون الزيت سخن جدا. وننزل بقطع الفراخ. طبعا غسلينها حلو. بالملح والخل والليمون. اهو نصفيها من الميه اهم حاجه مش عايزه الفراخ تنزل ميتها انا عايزاها تحتفظ بالميه بتاعتها العصاره بتاعتها عشان تطلع معايا طريه كده من جوه. هنزل بصدر الفرخة. زي ما قلت لكم دي كانت عندي فرخية فخدت الصدر بتاعها هعمله شاورما. وباقي الفرخية هصورها تاني يوم هتشوفوني هعمل فيها ايه. لو وصلت الحتة دي بقى لايك وتعليق حلو منكم كده عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. بصوا اول لما حسيت ان الفراخ اتشوحت من الجنب قلبتها. ما تقعديش تقلبي فيها كتير عشان ما تنزلش المية بتاعتها. احنا مش عايزينها تنزل اي سوائل خالص. لا احنا عايزينها تحتفظ بالسوائل بتاعتها عشان ما تبقاش واحنا بناكلها ما تبقاش ناشفة لا تبقى طرية. هاخد معلقة من الصويا صوص الغامق عايزة اقول لكم بيدي طعم حلو قوي. جربي الطريقة دي في الشاورما هتعجبك جدا. بصوا نديها تقليبة كده. وزي ما قلت لكم لما ننزل بقطع الفراخ ما نقلبهاش عشان ما تنزلش اي سوائل ليها. وطبعا دي بصلايه او بصلتين مقطعهم جوليان. زي ما قلت لكم بصوا مش مكلفه خالص بفرخيه عندك هتعملي بها وصفتين حلوين قوي. يعني انا خدت صدر الفرخه عملته شاورما عشان ولادي طالبينها مني. عملت 6 رغيفة شاورما هتشوفوهم معايا. وعملت باقي الفرخة وصفة تانية هنزلها لكم ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول. بصوا هنقلب بقى تقليبة كده. طبعا لو ولادنا ما بياكلوش الخضار والحاجات دي الفلفل والبصل والحاجات دي هياكلوها في قلب الشاورما مش هيحسوا بطعمها خالص. وادينا بنعمل وصفات وتغيير عشان الولاد ما يزهقوش. بصوا ما فيش اي سوائل نزلت خالص خالص هو ده اللي انا عايزاه. عشان لما نيجي نحطها في العيش السوري او العيش الصاج ما تبقاش يعني ما تخليش العيش يتقطع معانا او يتهري معانا لا احنا عايزينه يبقى ما فيش اي سوائل خالص. هننزل بالفلفل الوان اهو بالشكل ده احمر واصفر. لو عايزه طبعا تعمليها حراقه هتحطي فلفل حراق بس انا بصراحه ما حبيتش نعملها حراقه عشان الولاد يعرفوا ياكلوها. هنقلب بقى الخضار مع قطع الفراخ. تقليبه حلوه عايزه اقول لكم الشاورما حلوه قوي. عجبت الولاد جدا. يعني لا يعني لو عندك فرخية قومي خدي الصدر بتاعها اعملي شاورما كده للولاد. حاجة الولاد كلها بيحبوها وبيطلبوها مننا بدل ما نجيبها من بره. احنا مش ضامنين دلوقتي اي حاجة. هحط مكعب المرقة واحط الفلفل والملح. وحطيت معلقة زعتر عايزة اقول لكم معلقة الزعتر دي بتفرق كتير قوي. بتدي طعم حلو قوي. هنقلب بقى الخضار في التوابل في الفراخ كده تقليبة حلوة. وهنسيبهم بقى يبردوا. وتعالوا بقى نروح نعمل التومية. عايزة اقول لكم في الفيديو ده كمان هعمل لكم التومية السوري. حلوة قوي. وما تختلفش حاجة خالص عن اللي بناكلها في المطاعم بره. وهتعمليها احلى وانضف. وبكميات قليلة خالص هتعملي كمية وفيرة. وطبعا هنعملها النهاردة اقتصادية خالص. يعني من غير مايونيز من غير اي حاجة تعملي تومية حلوة قوي. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعة التومية معانا. بصوا انا حطيت طاسة على النار.
وجبت نص كوباية من المية وعليها معلقتين كبار من النشا. هنقلبهم بقى تقليبة حلوة وهننزل بيهم في الطاسة وهي فاضية كده. عايزة اقول لكم هتستمتعي وتعملي احلى تومية، ومش مكلفة خالص، يعني هتشوفوها كده حاجة اقتصادية كده وحلوة قوي، وهتعمل معانا كمية حلوة قوي. بصوا انا نزلت بيها. طبعا هنفضل نقلب بقى النشا، ايدينا في النشا عشان ما يكلكعش معانا لحد ما النشا بتاعنا يبقى لونه شفاف. هتشوفوه معايا في الفيديو. اول ما نلاقي النشا بتاعنا شفاف هنسيبه بقى يبرد. وخطوة كمان نسيت اقول لكم عليها، هنحط بطاطساية صغيرة تغلي لحد ما تستوي. يعني هنحط بطاطساية كده تتسلق معانا، عايزينها تستوي خالص. بطاطساية صغيرة خالص. ان التومية معانا النهاردة هنستخدمها بالنشا والبطاطس. عايزة اقولك حلوة قوي 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 قوي. او زي ما انتم شايفين هفضل بس ايديا في النشا كده لحد ما يديني اللون الشفاف. اول ما ياخد معايا اللون الشفاف خلاص انا هكتفي بيه. اهو هنسيبها على النار كده، وبين كل فترة والتانية نديها تقليبة كده لحد ما يبقى معانا شفاف. بصوا لونه بيفتح ازاي، بصوا القوام بتاعه. عايزه اقول لكم ما تستقلوش بالحبه دول، هيعملوا معانا كميه حلوه قوي. بصوا اهو بالشكل ده، كل لما لونه يفتح يبقى كده قربنا ايه على السوا بتاعه. شايفين لونه بيفتح ازاي؟ هو ده بالظبط اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى نشوف. اهو بصوا شكله، بصوا لونه فتح ازاي خالص. اهو بصوا على المعلقه شفاف ازاي. بس كده هنسيبه يبرد ونروح نكمل. كده بقى بعد ما برد معانا هنجيب بقى الكبة بتاعتنا، وهي البطاطساية انا سلقاها زي ما قلت لكم، سلقاها جامد قوي. ومعايا شوية توم، اهم حاجة بقى التوم عشان يدينا طعم التومية الحلوة قوي اللي بنستمتع بيه. ومعايا شوية زيت، ومعايا نص كوباية لبن او حليب. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنجيب الكبة بتاعتنا، هننزل بقى بالنشا اللي احنا عملناه بعد ما قلت لكم سيبناه يبرد خالص. بصوا هينزل معانا بكل سهولة. بصوا لونه بقى اتغير ازاي، بعد ما كان لونه ابيض بقى لونه شفاف. هو ده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط. دي خطوة. الخطوة التانية زي ما قلت لكم اهم حاجة البطاطساية الصغيرة دي نسلقها سلقة حلوة، يعني نسيبها لحد ما تستوي معانا خالص تبقى مهرية. وشوية توم حلوين كده عشان نستمتع بأحلى تومية نعملها. اهي هننزل بكل المقادير اللي معانا. وهنحط كده ناقصنا الزيت وكوباية صغيرة من اللبن او الحليب وناقص الملح. هنضرب بس المكونات دي كده ضربة حلوة، وبعد كده نحط باقي المكونات. عايزة اقول لكم اقتصادية وموفرة ومن غير مايونيز ومن غير اي حاجة. هتعملي تومية حلوة قوي قوي قوي. بصوا كل ده هيتضرب معانا، يعني مش هنحس بيه خالص. حتى البطاطسايه تقولي مثلا حتى يا منى بطاطسايه، عايزه اقول لكم البطاطسايه ما بتبقاش ليها طعم خالص، بس يعني بتدي قوام حلو كده قوي. بصوا نص كوبايه لبن صغيره بس كده. وهنحط الملح وهنحط الزيت بقى. بصوا كل ما ننزل بقوام زيت هنحس ان القوام معانا بيختلف. هجيب بقى معلقه من الملح اهو، هنزل بيها. هنقلب بقى المكونات دي حلوة. لو ما عندكيش كبة تعملي فيها في الخلاط عادي خالص هتعمليها. والشاورما بقى يعني تومية، التومية بتبقى حلوة قوي مع الشاورما، بتدي طعم حلو. هتشوفوها معايا. بصوا بصوا قوامها عامل ازاي، حلوة قوي قوي قوي. لو حسيتي ان القوام بتاعها تقيل هتزودي شوية لبن. تمام
خلاص كده الشاورما معانا جاهزه. بصوا عامله ازاي. عايزه اقول لكم كريميه قوي، حلوه قوي، طعمها حلو قوي. طعم الثوم فيها حلو، مش كتير ومش قليل، لا مدي طعم حلو. والله احلى من يعني احلى من نجيبها مطاعم بره متجهزه. لا احنا نعملها في البيت وموفره خالص وبحاجات كلها موجوده عندنا. بصوا بقى قوام التوميه عامل ازاي. عايزه اقول لك قوامها حلو قوي. بصوا عامله ازاي. هنجيب بقى العيش الصاج بتاعنا عشان نبدأ بقى نعمل سندوتشات الشاورما. ده انا شارياه جاهز. ممكن نعمله في البيت سهل خالص. اهو بالشكل ده. هنجيب بقى التومية. انا هحط تومية جوه السندوتشات، انتي براحتك، بس بتدي طعم حلو قوي مع الشاورما اللي احنا عاملينها. بصوا هحط حوالي معلقة كده في الرغيف من جوه. وهنجيب بقى الشاورما نحطها. يعني بصوا بصدر فرخة عملنا كمية حلوة قوي وفرحنا الولاد وما زعلناهمش. وطبعا الخضار زي ما قلت لكم اهتموا بالخضار للاطفال، يعني البصل والفلفل والحاجات دي هياكلوها في الشاورما تبقى حلوة قوي. صدر الفرخة عمل معايا 6 رغيفة. طبعا قضونا وكانت حلوة قوي. هنلف بقى الساندوتش. بصوا عامل ازاي اهو. طبعا هنعمله في جريل، في صينية، في طاسة، في اي حاجة عندك. هنخليه بقى ياخد طبقة قرمشة كده على النار بعد ما نعمله بالطريقة دي. وكده عملنا احلى شاورما وموفرة جدا وحاجة اقتصادية ومش مكلفة خالص. يعني زي ما قلت لكم عندي فرخية في الفريزر، ولادي طلبوا ان هم عايزين شاورما، فقلت بلاش احرمهم يعني. ونقوم نعمل لهم شاورما كده على طول، تبقى عشاء، تبقى غدا، تبقى حاجة سريعة. فخدت صدر الفرخة عملته بالشكل ده. وانتظروا بقى الفيديو الجاي هيبقى باقي الفرخية هنشوف هنعمل بيها ايه. وكده بقى حطينا الجريل على النار. لو ما عندكيش جريل، اي صينية اي طاسة هنحط فيها نقطة زيت بس صغيرة كده، وننزل بقى بسندوتشات الشاورما عشان تاخد معانا لون حلو كده وتمسك معانا وتقرمش وتبقى حلوة قوي. اهو بالشكل ده. زي ما قلت لكم صدر الفرخة عمل معايا 6 رغيفة. انا الجريل مش هياخد معايا اكتر من 4، فهعمل ال4 دول وهرجع ان انا اشيلهم واعمل غيرهم. احنا عايزينه بس الفكرة ان هو ياخد لون يعني. ما شرطش لو ما يعني لو ما عندكيش جريل ما شرطش، اي صينيه اي حاجه ياخد معانا بس لون وقرمشه من بره. بصوا شكل الشاورما عامله ازاي. والله طلعت معايا تحفه. ولا التوميه، بصوا التوميه، وقدمت معاها بطاطس محمره وكاتشب ومايونيز. ايه رايكم بقى في الاكله بتاعتنا النهارده؟ يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي جديد انا بعمله. بصوا التوميه عامله ازاي، واقتصادية خالص من غير مايونيز ومن غير اي حاجة عملناها، وعملت معانا كمية وفيرة قوي. وبصوا الشاورما عاملة ازاي. من صدر فرخة عملنا 6 رغيفة شاورما. وكده اقولكوا الفيديو بتاعي انتهى. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.